بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا رب، حمدا لك يا ربي، جمعت بين قلوبنا بالإيمان ووحدت بين صفوفنا بطاعتك للرحمن، وشرفتنا بأن جعلتنا من أمة خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة ترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. أيها المشاهدون الكرام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، ومن وسط هذا الرحاب الطاهر وهذا المكان المبارك نعيش قليلا مع جد أبي عبد الله الحسين في إنسانيته وفي رحمته وفي خلقه وفي كل الشمات الحميدة والخصال الجميلة التي اقترنت بحبيبكم ومصطفاكم. نعيش مع صفوة البشرية وخلاصة الإنسانية، ملاك الرحمة الذي رفع الله قدره وأعلى من ذكره، فهو الذي أحيا الفضيلة وقضى على كل رذيلة. قرن الله اسمه باسمه ورفع ذكره وقسم بذاته وبصفاته ونوه بأعضائه. هو الذي تقول عنه الصديقة بنت الصديق: كان رسول الله إذا نامت عيناه فقلبه عن ذكر الله لا ينام. حبيبكم المصطفى الإنسان الكامل نال من الخصوصيات والامتيازات ما لم ينله أحد في المخلوقات سواه، وكيف لا، وهو الذي قال عن نفسه: أنا دعوة أبي إبراهيم، وأنا بشارة أخي عيسى، وأنا رؤى أمي آمنة التي رأت نورا يضيء قصور الشام يخرج منها. كيف لا يكون ذلك وهو الذي قال عن نفسه: أنا خيار من خيار، وأنا قبضة من نور الرحمن، وأنا صاحب الكوثر، وأنا صاحب اللواء المحمود، وأنا صاحب الحوض المورود. قبضة من نور الله، وبحق كان صلى الله عليه وسلم هو الإنسانية الكاملة، هو الرحمة الشاملة، وهو الأسوة الحسنة، وهو القدوة الطيبة، وهو العدل الذي لم يظلم ولم يجور، وهو الصادق الأمين الذي لم يكذب قط. كيف لا، وهو الميسر وليس بالمعسر ولا بالمتشدد ولا بالمتنطع. قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت ميسرا ولم أبعث معسرا. كان صلى الله عليه وسلم
أحلم الحلماء وأرحم الرحماء وأسخى الأسخياء وأوفى الأوفياء. كان رحمة بالمسلم وبغير المسلم، كان رحمة بأهل الدنيا وبأهل الآخرة، كان رحمة بالإنسان وبالحيوان، كان صلى الله عليه وسلم رحمة بالصغار والكبار. وصدق رب العزة إذ يقول في كتابه العزيز: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة ونعمة مهداة. ومن تلك النماذج يا أتباع رسول الله التي تدل على عظمة رسول الله وعلى فضل الله على رسول الله، هذا هو مصطفاكم مع أهله وعشيرته. كان يشترك معهن فيما يصنعن، كان يخيط ثوبه ويخسف نعله، وكان يحلب شاته صلوات الله وسلامه عليه، وكان يمسح بيده رؤوس الصبيان ويداعبهم. وهذا هو أبي عبد الله الحسين، ومعه مولانا الحسن يجلسان على فخذ رسول الله، ويدخل رجل من عظماء العرب يدعى الأقرع بن حابس، فينظر إلى رسول الله متعجبا ومستغربا، فيقول: يا رسول الله، إن لي من الأولاد 10، كلما دخلت عليهم سكتوا جميعا، وأراك تقبل الحسن مرة والحسين مرة. فيقول المربي الأعظم والمؤدب الكبير الكريم العظيم سيدي محمد بن عبد الله: وماذا أفعل في إنسان نزع الله الرحمة من قلبه؟ من لا يرحم لا يرحم. أيها المشاهدون، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جيرانه أيا كان نوعهم، مسلم أم غير مسلم. تراه يسأل عن جاره الكتابي الذي كان يتعهده صباحا ومساء بإلقاء الأذى أمام بيته. ترى مصطفاكم أخي أيها المشاهد حينما غاب يوما ذهب إلى بيته ليسأل عن حياته وليسأل عن سبب تغيبه، فحينما رآه الرجل قال: يا رسول الله، أسأت إليك وأن تأتي إلي أنت بالخير وبالإحسان. صدق بحق من سماك الرؤوف الرحيم. دعاؤنا إليك يا ربي أن تؤدبنا بآداب رسول الله، وأن تخلقنا بأخلاق حبيبنا ومصطفانا، وأن تحيينا على سنته، وأن تميتنا على سنته. ربنا إنك سميع الدعاء. أيها الإخوة المؤمنين،